كلنا نريد أن نشاهد النزال الخارق بين إسلام مخاشف وإيليا توبوريا، لكن منذ أن انتقل إسلام إلى وزن الويلترويت بدأ هذا النزال الحلم يبدو أبعد فأبعد، ومع ذلك قد لا يكون بعيدا كما يظن البعض، لأن هناك سيناريوهات رئيسية قد تجعله واقعا قريبا جدا. أولا، نعلم بالفعل أن إيليا غير مسموح له بالصعود إلى 170 لملاحقة إسلام، فقد كشف توبوريا أن دانا وايت أخبره بشكل مباشر أنهم لا يريدون منه الانتقال إلى وزن الويلترويت، على الأقل ليس الآن، وبالتالي هذا الخيار غير مطروح. المتبقي هو أن يعود إسلام إلى الوزن الخفيف، لكن في الوقت الحالي أوضح إسلام أن خطته هي البقاء في الويلترويت والدفاع عن لقبه هناك. وهنا تبدأ الأمور تصبح مثيرة. إذا خسر إسلام أمام جاك ديلا مادالينا فهناك احتمال كبير أن يعود إلى وزن الخفيف، وإذا حدث ذلك سيكون نزال توبوريا هو الخطوة الأكبر والأكثر منطقية تاليا. إسلام ضد إيليا لتحديد زعامة الوزن الخفيف. المشجعون سيثورون فرحا. لهذا السبب النزال القادم ضد جاك ديلا مهم أكثر بكثير مما يظنه الناس. ورغم أن معظم الجماهير تستبعد جاك، فإن كامارو عثمان صرح علنا بأن جاك يملك فرصة حقيقية. في المقابل ناقش دانيال كورمييه هذا مع عثمان في بودكاست، قائلا إن مصارعة إسلام من طراز نادر، وإن جاك لن يدرك حتى مستوياتها. قال: سيتعرض لمحاولات تثبيت مبكرا جدا هذه المرة. في آخر نزال لم يضطر للتعامل مع ذلك وهو بكامل طاقته. إذا تمكن إسلام من الضغط عليه في البداية وتثبيته، أو حتى إجباره على المصارعة، فقد يعاني. رأيناه يثبت سابقا، لكني لا أظن أنه شعر من قبل بشيء شبيه بما سيواجهه. لن تكون محاولات دبل ليج أو سينجل ليج تقليدية، بل سيلعب إسلام برجليه، يوقعه باستخدام الحيل، يتحرك على أطراف القفص، ويقوم بأشياء لن يتعرف عليها بسهولة. وتابع كورمييه: ما يجعل المصارع ممتازا في الفنون القتالية المختلطة هو الطبقات. إذا بدأت بمحاولة دبل ليج ففرصة التصدي كبيرة، لكن إذا بدأت بسينجل ثم أجرك للحافة ثم أعيدك بدبل، فهنا المقاتل يبدأ في التفاعل بطريق، لأنه لا يفهم المصارعة في مستوياتها الثانية والثالثة. أما بادي بيمبلت فلم يتردد في التعبير عن مشاعره في بودكاست ظهر فيه مؤخرا مع براين أورتيغا، حيث شرح تماما لماذا لا يزال يكره إيليا توبوريا، ولماذا هذا الكره لن يختفي أبدا. قال بادي إنه حتى لو واجه إيليا في نزال وهزمه فلن يزول الحقد، وأكد أنه سيستمر في كره الماتادور حتى بعد النزال ولن يغير شيء هذا الأمر. السبب الأساسي حسب قول بادي يعود إلى الحادثة التي أدلى فيها بتصريحات مثيرة للجدل عن روسيا وجورجيا. وبعد أن واجه هجوما من جماهير ومقاتلي جورجيا، قال بادي إنه أوضح ما قصده، وإن كلماته أخرجت من سياقها، وأضاف أن نيته لم تكن الإساءة لشعب جورجيا أو الإشارة إلى مآسيهم. لكن رغم توضيحاته، يقول بادي إن إيليا استمر في التصرف وكأن بادي أهانه سياسيا، وهو ما يغذي الكره المستمر. ويرى بادي أن إيليا يعرف جيدا ما كان يقصده، لكنه يحرف القصة لخلق سردية مناسبة له. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن بادي بالفعل قال إن الروس أرهبوا جورجيا، وهذا التصريح بحد ذاته حسب طريقة تفسيره قد يكون ثقيلا، لذا لا يمكن القول إن توبوريا يختلق الأمور تماما. أما إيليا فلم يهدأ هو الآخر، ففي مقابلة مع TMZ سبورتس وجه تحذيرا قاسيا لبادي، قال فيه إنه سيفعل به ما يشاء داخل القفص، ووصفه بأنه من أسهل الخصوم في فئة 155. قال إيليا: أعتقد أن الجماهير حول العالم تريد مشاهدة هذا النزال، وبصراحة أعتقد أنه من أسهل النزالات الممكنة لي في فئة الوزن الخفيف. أستطيع أن أفعل به ما أشاء. إنه نزال ممتع للجماهير، وسأستمتع به بالكامل، وسأتمكن من التألق من جديد. ولما سئل كيف سيفوز ومتى، رد قائلا:
أحتاج أن أفكر في الأمر، لكني أعدكم أني أستطيع اختيار الطريقة التي أنهيه بها. سيكون في الجولة الأولى بالتأكيد، لن يستمر أكثر من جولة واحدة معي. ربما سيكون من الممتع أن أخضعه على الأرض أو شيء من هذا القبيل. كما قلت له، سأطبع مؤخرتي على جبينه. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى الصحفي الروسي أوشتايكا مقابلة مع المقاتل الصاعد ريزفان، الذي يتدرب حاليا في صالة أمريكان توب تيم، واحدة من أكثر صالات الMMA احتراما في أمريكا. ومن المعروف أن البطل الحالي لوزن الخفيف إيليا توبوريا تدرب لعدة أسابيع هذا العام في نفس الصالة قبل أن يتنازل عن لقب وزن الريشة، وهي صالة زارها كثيرا خلال مسيرته. طبيعي أن تنتقل المحادثة إلى تلك الفترة، وخلال المقابلة كشف ريزفان أنه شهد أشياء غريبة أثناء تواجده هناك، ما دفع الصحفي لمحاولة سحب مزيد من التفاصيل. في البداية تردد ريزفان محاولا عدم ذكر الكثير، لكن بعد قليل من الضغط كشف بعض الأمور. قال إن صديقه المقرب شافكال تشيرتشيف، مقاتل من داغستان وشريك تمرين معروف لإسلام مخشف، كان متواجدا أيضا في نفس الصالة. وقال إن شافكال كان يستهدف إيليا داخل التمارين وجاء مستعدا لإثارة الدراما. قال: لا أريد ذكر اسم المقاتل، لكن أحد أبطال UFC جاء لصالتنا لخوض بعض التمارين ولا يزال بطلا حتى الآن. كان هذا قبل أشهر. شافتال وهو في وزن الخفيف كان يبحث عن خصوم من نفس الوزن للمصارعة، لكن الشخص الآخر كان بطل وزن الريشة. لم يكن في معسكر وقتها، لذا كان ضخما نوعا ما وكان في حالة بدنية مذهلة. قوته وتقنياته كانت خرافية. أتذكر أن شافكال كان يركز عليه وكان مصمما على مصارعته، وحين فعلوا ذلك كان الأمر عنيفا جدا. استمر الأمر لدقائق وكان شجارا حقيقيا. ومن المعروف أن إيليا توبوريا هو بطل وزن الريشة الوحيد الذي تدرب في ATT، ما يؤكد ضمنيا صحة رواية ريزفان. وبالنظر إلى التوتر المستمر بين إسلام وتوبوريا هذا العام، ليس غريبا أن يستهدف شافكال المقرب من إسلام إيليا خلال التمارين. هذه أصل العملية هذه مبينين شو شوي عصم السنين هذه يبغى الصمني يقدر يقول بوكي مع الفوق